زيت سخن على النار، حطينا فيه طماطمايه، 3 فصوص توم، التوم طالع من الفريزر عشان كده لونه مغير. حبيتين فلفل، ممكن تحطي واحدة رومي واحدة سبايسي لو عايزة. وهديها كده ايه تشويحة بسيطة خالص، طبعا دقيقتين بالظبط هتلاقي لون التوم ابتدى يغير. الفلفل نفس الحكاية، ما بياخدش وقت خالص. والطماطم هتلاقيها كده ابتدت ايه القشرة بتاعتها كده تفتح، يبقى معنى كده كفاية قوي. نخرج الحاجات اللي حمرناها على النار دي، هما دقيقتين 2 بالظبط، وهتخرجيهم وتطفي النار. بعد كده هبتدي احوش البذر بتاع الفلفل، هتحوشي البذور. ونفس الحكاية بالنسبة للطماطم، هبتدي ان انا ايه اقشرها من القشرة الخارجية بتاعتها دي. طبعا أكلة النهاردة أكلة يعني ما نستغناش عنها أبدا، جنب كباب وكفتة ماشي، وجنب فول وطعمية ماشي. ولو أي حاجة موجودة على السفرة ممكن تسيبي كل حاجة وتاكلي الأكلة دي، شهية وبتفتح النفس، وأكلة كده حرشة جميلة. بعد كده عندي بتنجانية، خدت البتنجان هبتدي ايه أقشره، بتنجانة كده صبحة كده وحلوة كده. هبتدي أقشر البتنجان، هبتدي أقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين. مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت ومش مكلفة خالص، وطعمة جدا جدا جدا. دي تتبيلة الدقيق اللي كنت عملت بيها القرنبيط، وقلت لكم دي لا غنى عنها، لازم تكون على طول موجودة في التلاجة بتاعتنا. عبارة عن دقيق ونشا وشوية بهارات. يا ريت ترجعي لفيديو القرنبيط هيعجبك جدا. قلبته فيها وبعدين هبتدي اديله برضو تحميرة. فايدة الدقيق والنشا هنا ايه بقى؟ اولا ان بتخلي البتنجانة بتاعتي ما بتشربش زيت خالص. كمان بتخليها تستحمل على النار، يعني انت سايباها فترة على النار اضمن ان هي استوت من جوه، وفي نفس الوقت شايفة لونها جميل ازاي، وبتحافظ كمان على الزيت لونه ما يغيرش. مهم جدا ان انت تعملي له خلطة الدقيق بالنشا دي. فعلا يعني البتنجان ممكن تاكليه كده، تعملي سلطة بتنجان هعملها لكم بالطريقة دي. أولا البتنجانة كده ماسكة نفسها ومقلبظة كده، وفي نفس الوقت مستوية جدا. هجيب الكبة بتاعتي هحط فيها الطماطم والفلفل والثوم والبتنجان. ده مش بابا غنوج، بابا غنوج ما فيهوش طماطم، بابا غنوج مش بنقليه، انما طعم كتير جدا. يعني انا عن نفسي بفضل دي عن بابا غنوج. حطيت عصرة ليمونة، انا مش بحب الليمون كتير، ومعلقتين 2 من الخل، وهحط الملح، هحط الكمون، لو عايزة كزبرة ناشفة حطي. وهبتدي ايه اضربها، تديها ضربة كده، ممكن تهرسيها بالشوكة على فكرة بس انا بحبها كده. اديها ضربة في كده في الكبة. انا نسيت الطحينة، هحط معلقة كبيرة من الطحينة، وابتدي برضو اديها ايه ضربة كده كمان. لو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو شيريه عشان تحفظيه عندك، ولايك للفيديو وشير لأصدقائك. ولو أول مرة تشوفي قناتي أتمنى إن انتي تشرفيني بالاشتراك في القناة، وقولي لي رأيك في الفيديوهات، لفي لفة في القناة وشوفي الفيديوهات وقولي لي رأيك فيها. وكده تمام، نقدمه جنب أي أكلة، سواء أكلة حرشة سواء أكلة دسمة. بألف هنا وشفا عليكم.